احذر من الطعمية اللي بتجيبها من بره البيت، لان زيت الطعمية المحروق اللي انت فاكره زيت عربيات، لانه لا بيتغير ولا بيتجدد، مش بس بيأثر على وظائف الكبد لكن كمان بيسبب الامراض الخبيثة، فياريت تاكلها من البيت. وقف شرب قهوة لو عندك عرض من التلاتة دول، رغم ان القهوة مفيدة ومضاد قوي للأكسدة وانا شخصيا بنصح بيها، لكن لو عندك عرض من التلاتة دول وقف شرب قهوة. لو نومك مش مظبوط ادي الأولوية لنومك ووقف شرب القهوة. لو عندك قلق وتوتر، لو عندك خفقان في القلب. السكر في دماغ الأطفال يعني اضطراب فرط حركة ونقص في الانتباه. السكر في دماغ الكبار يعني خرف وزهايمر. سكر في جلدك يعني بشرتك تعجز بدري. السكر في عينك يعني جلوكوما. السكر في أسنانك يعني تآكل الأسنان وتسوس. السكر في دمك يعني مرض السكري. السكر في نومك يعني مفيش نوم كويس وأرق. مش ناوي تقلل من السكر؟ لو عندك قرحة معدة متنساش تاكل لوز، لأن اللوز بيسرع شفاء قرحة المعدة. الجزر والبنجر والبطاطا هيعالجولك ارتجاع المريء. أما الكمثرى والتوت مهمين جدا في حالات مقاومة الأنسولين، والجوز البرازيلي وكمان المكسرات البرازيلي لا غنى عنها في حالات خمول الغدة الدرقية. لو رحت حللت ولقيت الكوليسترول بتاعك عالي، يعني في حدود 210 213، في رأيي أنا ما تاخدش دواء للكوليسترول، لأنك لازم تعرف إن أهم قاعدة في علاج الكوليسترول هو اللايف ستايل بتاعك، لأن اللايف ستايل ده هو اللي جاب لك الكوليسترول. فأنت لو مشيت على نفس النظام يبقى أنت كده ما عليكش الكوليسترول حتى لو خدت دواء. أهم بقى قاعدة في النظام الغذائي لعلاج الكوليسترول هي إنك تاكل اللي طالع من الأرض مش اللي ماشي عليها. طب البروتين، اهم بروتين لمرضى الكوليسترول هو السمك، ثم السمك وبعدين الارانب وبعدين الفراخ من غير جلد ولا تحمير. المنتجات دي بنستخدمها يوميا، فمن غير ما ناخد بالنا ممكن تأثر على صحتنا، فياريت نحاول نستبدلها او نقلل استخدامها. زي مثلا اكياس الشاي او الاعشاب، ياريت نحاول نفضيها في الكوبايات قبل ما نصب عليها المية السخنة. كمان معطرات الجو الصناعية، وكمان الكوبايات الكرتون او البلاستيك مع المشروبات السخنة. كمان العلب البلاستيك مع الاكل السخن او مع التسخين في الميكروويف. زهقانين بناكل بطاطس، جعانين بنقلي بطاطس، عايزين ناكل العيال بنحمر لهم شويه بطاطس. للاسف البطاطس او النشويات مع الحراره العاليه او القلي في الزيت بتكون ماده سامه اسمها اكريلاميد، وللاسف الماده دي مسرطنه، فاحنا بنحول البطاطس الجميله اللي ربنا خلقها لسموم. وفي دكتور سمعته بيقول كلوا البطاطس المقليه عادي. كل البطاطس باي طريقه الا انك تقليها في الزيت. لو حضرتك عندك سكر او مقاومة انسولين، هقولك على عنصر غذائي مهم جدا هيفيدك باذن الله، وهو المغنيسيوم، اللي بينظم سكر الدم وبيقلل احتمالية الاصابة ومقاومة الانسولين. كمان الدراسات اثبتت ان هو بيقلل مضاعفات السكر زي التهاب الاعصاب وامراض الكلى. المغنيسيوم موجود في الموز والمكسرات والسلمون. هقولك على اسرع واسهل طريقه تعالج بيها نقص فيتامين د، خصوصا ان احنا داخلين على الشتاء. هتجيب حقنه الديفارول، استنى انا ما كملتش كلامي، وهتكسرها وهتفضيها على كوبايه زبادي وهتاكلها مره في الشهر، وهتكرر الموضوع ده لمده 3 شهور، وهتعيد التحليل وهتشوف الفرق. رغوة الشاي مش حاجة مقرفة عشان نلمها بالمعلقة ونرميها عشان خاطر الضيوف ما يقرفوش. انت عارف انت رميت ايه؟ انت رميت مضاد للأكسدة، محسن للهضم والجهاز التنفسي والدورة الدموية، دي بتزود التركيز، دي اصلا بتدل على جودة الشاي. فأرجوك، ده ما ينفعش يترمي في الزبالة، لكن ناخد المغلي بتاعه او نطحنه يطهر الكلى وينظف الكبد. كمان مضاد قوي للأكسدة فبيرفع المناعة وهيحمينا من الأنيميا. نوى البلح كنز، اوعى ترميه في الزبالة.